لو قررت تشتري موبايل مستعمل هتدفع الفلوس علشان شكله حلو ولا لازم تفحصه وتشوف البطارية والمساحة والكاميرا؟ هو ده بالظبط اللي بنعمله في التحليل الأساسي. التحليل الأساسي هو نفس فكرة الفحص الشامل ده، بس بدل ما بتفحص موبايل انت بتفحص شركة كاملة، وده بهدف انك تعرف قيمتها الحقيقية وتستاهل فلوسك ولا لا. احنا مش بس بنبص على سهم طالع نازل، لكن بنبص على بيزنس قائم على الأرض. المحلل الأساسي بيدرس هل الشركة بتكسب ولا بتخسر، هل عليها ديون كبيرة، مين الإدارة وتاريخهم عامل ازاي، وكمان بيشوف حالة الاقتصاد والقطاع اللي الشركة شغالة فيه، هل في نمو ولا ركود. الهدف من كل دوت اننا نوصل للقيمة العادلة للسهم. بعدها بقى بنقارنها بالسعر اللي قدامنا في السوق. لو القيمة الحقيقية اعلى من السعر تبقى فرصة ممتازة للشراء، ولو اقل يبقى السهم غالي ومخاطرة عالية حتى لو لونه اخضر ومحقق مكاسب لحظية. هبسطها لك اكتر بمثال واقعي. زي لما تشتري شقة مش هتنبهر بالدهان بس، لازم تسأل على اساسات العمارة وتراخيص الحي ومستقبل المنطقة دي، وبكده تكون عملت التحليل الاساسي للعقار. اسمع الخلاصة من اخوك درويش. التحليل الاساسي هو دراسة القوة المالية والاقتصادية للشركة، وده بيتم علشان نحدد قيمتها الحقيقية بالمقارنة بسعرها في السوق. وارجع تاني واقول لك اعمل فولو الدرويش تكسب وتعيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.